السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض شوكولاتة العيد او شوكولاتة المناسبات. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والطريقة دي مميزة، وهنعملها كمان بأقل التكاليف. مش هتشتريها تاني من بره بعد الفيديو ده. وهنعملها معانا هنا بحشوات مختلفة. ما شاء الله الطريقة دي هتعجبكم جدا ومميزة قوي. يلا حبايب قلبي، نشوف مع بعض كده الشوكولاتة ونشوف جمالها. وكمان هعلمكم في الفيديو ده نسيح الشوكولاتة بدون اي ترمومتر وبدون اي تكاليف. يلا حبايب قلبي نشوف مع بعض شكل الشوكولاتة بالشكل ده، ونسمي ونصلي على الرسول وندخل على وصفتنا النهاردة. هنا معايا 3 انواع من الشوكولاتة. معايا شوكولاتة خام اللي هي بالحليب، ومعايا الشوكولاتة اللي هي الغامقة، ومعايا شوكولاتة بيضة. بكسرهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. الشوكولاتة اللي معايا دي شوكولاتة سما، بالنسبة لي افضل من شوكولاتة دريم. بكسرهم بالشكل ده وبحطهم في بولات، وكل بولة بضيف ليها معلقتين من الزيت وبحطها في الميكروويف. هنا معايا المكسرات، معايا سوداني ومعايا لوز ومعايا بندق، ومعايا هنا الحشوات نسكافيه كلاسيك، ومعايا نوتيلا بيضة ونوتيلا غامقة، ومعايا جوز الهند. هنا أول حشوة معايا نوتيلا، بضيف عليها جوز الهند وبضيف ليها شوية من المكسرات. ممكن جوز الهند وتضيف عليها حليب محلى مكثف، وعملناه مع بعض كتير. ممكن تعملوه في البيت وتضيفوه لأكتر من حشوة. هعملها معاكم مرة تانية بإذن الله. هنا ضفت شوية من النوتيلا البيضة، على فكرة ممكن صوص شوكولاتة، أو لو موجود عندك النوتيلا البيضة زي ما قلتلك. لو مش موجود ممكن حليب محلى مكثف تعمليه في البيت، وهنعمله مع بعض. هنا برضو النسكافيه، بضيف معلقة من النسكافيه، لازم أضيف لها معلقة مية مغلية، وبدوبهم كده مع بعض كويس. وبضيف برضو هنا معلقة من النوتيلا البيضة زي ما قلتلكوا. لو في حليب مكثف هضيف حليب مكثف برضو في المرحلة دي. خلاص. وبقلب مع بعض كده كويس. بخلط الخليط ده. الخليط التاني اللي انتوا شفتوه ده جوز الهند بالشوكولاتة او بالحليب المكثف، ده بيبقى خليط اللي هو الرافاييلو. ده مع بعض النسكافيه تحفة. هنا بوريكم القوالب. معايا دي قوالب سيليكون بتشتروها من اي محل مستلزمات حلواني، ودي قوالب الفليزر اللي مش عنده قوالب السيليكون. هنا زي ما انتوا شايفين بمسك القوالب بتاعتي. اهم حاجة القوالب اللي معايا تكون نظيفة وناشفة تماما، مش متضاف لها اي زيت خالص. خلاص. باجي بقى بمعلقة صغيرة، بمعلقة او مثلا باي ستيكس من بتاع الايس كريم. تمام. بضيف بقى فيها كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ولازم ابطنها كويس جدا. لازم ابطنها كويس قوي. بالمعلقة كده أنا مليت جوانب الشوكولاتة. دي نقطة مهمة جدا. بملى جوانب الشوكولاتة وأبدأ أقلب القالب. ببدأ أقلب القالب أو أصفي بقية الشوكولاتة. لازم أصفي بقية الشوكولاتة كلها. أنا عايزة أعمل طبقة خفيفة جدا، ما أعملش طبقة تقيلة. أهم حاجة الشوكولاتة تكون في الجوانب كويس جدا. تاني مع بعض. هنا بالمعلقة أنا مليت جوانب الشوكولاتة. نقطة مهمة، بضيف حاجة بسيطة جدا لمجرد إن أنا بضيف كبطانة كده للقالب، بطانة بس. والزوايد كلها بصفيها، ولما بصفي الزوايد دي برجع تاني ألم الشوكولاتة لما بتنشف وبستخدمها تاني. زي ما انتوا شايفين بصفيها كويس قوي. بخبطها كده واصفي كل الزيادات، وبالسكينة كده بشيل الزيادة. بصوا أنا قلبتها على وشها ازاي. بوريكم بعد ما قلبتها على وشها نزلت أي زيادة. يعني القالب متبطن تبطينة خفيفة جدا. خلاص. بعمل كده كل القوالب دي. الشوكولاته اللي هي بالحليب، انا بعمل كل القوالب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش عايزه اي طبقه شوكولاته تكون سميكه. خلاص. في المرحله دي بحط القوالب دي كلها في التلاجة تشد الشوكولاته شويه، وبعد كده بديها يا بطانه تانية يا اما بظبطها تاني. خلاص. هنا بتأكد كويس قوي ان هي محطوطه في الجوانب بتاعه القالب. لازم اعمل الحركه دي بسهوله كده.
او ممكن بفرشة بعمل طبقة من الشوكولاتة واسيبها تتماسك في التلاجة 10 دقايق، وارجع تاني اعمل طبقة تانية من الشوكولاتة عشان تبقى الطبقة بتاعتها بتكون سميكة شوية وما تتكسرش. بص انا عمالة ببطن في الجوانب دي، نقطة مهمة جدا، دي اهم نقطة. وبعد كده بشيل كل زيادات بالسكينة او بالسباتولا. بصوا دي القوالب بتاعة الفريزر العادية، دي للناس اللي مش عندها القوالب السيليكون. زي ما قلت لكم بكل سهولة تقدروا تجيبوا القوالب السيليكون دي من أي محل مستلزمات حلواني. لو مش موجودة تقدروا برضو تعملوا شوكولاتة العيد لولادكم في البيت بكل سهولة جدا. قوالب الفريزر اللي احنا بنحط فيها مكعبات التلج هتقدروا تعملوا فيها. هنا الشوكولاتة البيضة بوريها لكم. خلاص كده ببطن القالب مرة تانية، ببطن القالب كويس جدا، وبنزل اي زيادات منه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبالسكينة او بالسباتولا بشيل ده. هنا بقى هبدأ احشي الحشوات. انا معايا هنا دي حشوة النوتيلا، بفضل اضيف في النوتيلا كده زي ما انتوا شايفين، دي الطبقة اللي هي رقم 2. وبرضو ما بزودش الحشو قوي، بعمل حسابي براعي انك بتحشي مرة تانية، بتسيب 2 ملي لان لسه في شوكولاتة هتضيفيها تاني فوق على الوش. هنا ببدأ معايا البندق، ببدأ احط منه كده، انا البندق مكسراه على 2، ببدأ اضيف كل واحدة واحدة بندق كده عشان تبقى بالنوتيلا والبندق. هنا بقى معايا دي حشوة الرافاييلو، اللي هو جوز الهند. ضفت عليها شوكولاتة من البيضة أو نوتيلا من البيضة زي ما قلت لكم، أو حليب محلى مكثف، وبقلبها كويس أو بعجنها بالمكسرات كده، بتحشيها هي الحشوة دي كده خلاص. أنا بوريكم كل الحشوات أهو معايا. هنا بحشي سوداني أو بتحشي أي مكسرات عادية، أنا حشيت هنا في ده سوداني بس، وبعد كده بضيف لها الشوكولاتة. هنا برضو بحشي الكراميل أو صوص الطوفي، او تقدري تحط مربى الحليب. بحط معاها طبعا اللي بيليق معاها اللوز، ببدأ احط اللوز زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنا بحط النوتيلا البيضة، بحشي النوتيلا بيضة حشوات مختلفة كتير للي حابب. مش عندك نوتيلا بيضة ممكن تعملي اي حشوة تاني. وطبعا صوص الكراميل انا عملته معاكم كتير جدا على القناة، تقدروا تعملوه، او صوص التوفي تقدروا تعملوه. خلاص برضو برجع احط اي مكسرات انا حابة احطها، او اي مكسرات تليق معاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى حشوة النسكافيه، ببدأ بعد كده احط الطبقة التانية زي ما قلت لكم. اهم حاجة وانا بحشي براعي ان انا بسيب 2 ملي، لان لسه في شوكولاتة هضيفها تاني فوق الوش. دي كده الطبقة التانية. اهم حاجة وانا بحشي بعد ما بخلص لازم بساوي السطح معايا، عشان لازم السطح يكون متساوي معايا وتكون بتلمع كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا بضيف كده، ممكن تحطوها على فكرة في كيس وترجعوا تضيفوها عشان تبقى سهلة معاكم. ان دي الشوكولاتة الغامقة، بملى كل القوالب بالشكل ده. اهم حاجة يا بنات واحنا بنسيح الشوكولاتة، دي معلومة مهمة جدا، الشوكولاتة عدوها المية. أهم حاجة البولة بتاعتي تكون ناشفة جدا جدا، المعلقة اللي بقلب بيها تكون ناشفة جدا، وبسيحها في الميكرويف، بحطها في الميكرويف 30 ثانية وبطلعها أقلبها وأحطها تاني. ما ينفعش أحطها وأسيبها، لازم أحطها في الميكرويف 30 ثانية وأطلعها أقلبها، و30 ثانية وأطلعها وأقلبها. طب انتي لو مش عندك ميكرويف هنعملها على بخار مية، وأعملها معاكم بإذن الله مرة تانية عملي عشان تشوفوها. هعملها معاكم على بخار مية للناس اللي ما عندهاش ميكرويف. برضو وهي على بخار المية بحط مية بتغلي، واحط البولة بتاعت الشوكولاتة فوق المية، وبفضل كل يعني مفيش ثواني واقلبها، ثواني واقلبها، وما انساش معلقتين الزيت معايا. هنا هنعمل مع بعض برات الشوكولاتة. انا معايا بواقي الشوكولاتة بتاعتي، بضيف شوية من الشوكولاتة اللي انتوا شايفين اللي هي بالحليب، ومعاها في نص القالب كده شوية من الشوكولاتة البيضة. هنا بوريكم لميت كل بواقي الشوكولاتة كلها حطيتها في البولة، هوريها لكم بس اصبروا عليا. انا هنا كده بحط المكسرات، ماشي، اي مكسرات انت حابه تحطيها، اي جناش انت حابه تظبطي بيه، ما فيش اي مشكله خالص. هنا بوريكم معايا قوالب كده، معايا قلوب صغننه كده، انا بحطها كده بضيفها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بصوا انا وريتكم، انا كان في شوكولاته بيضه على شوكولاته غامقه، لميت كل اللي كان على الكياس البلاستيك زي ما قلت لكم، بلم الباقي كله ما بخسرهوش، وقلبته في قلب بعضه وحطيته في القالب اهو زي ما انتم شايفين. وكان معايا باقي شوكولاته بيضه متبقيه برضو بالشكل ده ضفتها،
ومليت البارات بتاعة الشوكولاتة، عملت شوكولاتات للبنات، طبعًا هي دي هيفرحوا بيها جدًا، اللي هي الشوكولاتة البابل والشوكولاتة المكعبات، هتشوفوا الشكل النهائي بتاعها هيعجبكم جدًا. دي بارات الشوكولاتة بالمكسرات. أهم حاجة لازم أخبط القوالب عشان أي فقاعات تخرج منها، أو بالسكينة زي ما قُلت لكم بتشيلوا أي زيادات. تاني معلومة، المكسرات ما تتحمّصش على البوتاجاز، البندق بيتحمّص في النار وما بيتضافش ليه أي إضافات خالص. الشوكولاتة اللي أنتم شايفينها دي، الكمية اللي أنتم شايفينها ب300 جرام شوكولاتة، تقدري تعملي ما شاء الله. أنا حطيت من كل نوع، كنت جايبة 250 جرام واتبقت معايا كمان. أهم حاجة بعد ما بتخلّصي القوالب بتحطيها في الفريزر، بتقعد معاكِ ربع ساعة. بُصّوا أنا باوريكم القوالب أهي خرجت، وأي زيادات باشيلها بالسكينة سهلة جدًا. بُصّوا ما شاء الله، بُصّوا بعد ما قعدت معايا في الفريزر ربع ساعة بس، وبتخرج معايا زي ما أنتم شايفين بمنتهى السهولة كده. باشيل أي زيادات زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده. بُصّوا كل شكل أنا باريه لكم. دي القوالب بتاعة الفريزر أهي. أدي قالب تاني أهو برضه بتاع الفريزر للناس اللي ما عندهاش القوالب السيليكون، تقدر تعمل بكل سهولة. أي زيادات باشيلها بإيدي زي ما أنتم شايفين بالشكل ده كده. أنا باوريكم ما شاء الله، شوفوا الكمية قد إيه. أنا طبعًا عشان أنا كنت حابة أشكِّل، جبت من كل نوع الشوكولاتة البيضا واللي غامقة واللي بالحليب من كل واحدة ربع كيلو. أنتم تقدروا بربع كيلو بس تعملوا ما شاء الله برضه كمية كبيرة جدًا. دي الشوكولاتة البيضا عملتها على شكل عروسة زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. طبعًا كل دي محشية من جواها. طعمها بقى بصراحة وهم جدًا، جدًا، والله العظيم بجد. يعني مش عايزة أقول لكم، كل اللي داقها اتجنن بطعمها. فعلًا، فعلًا أحلى من بتاعة برّه بكتير جدًا، جدًا. فعلًا، فعلًا طعمها تحسوها إن هي عارفة شوكولاتة متكلفة بمعنى الكلمة، حاجة نضيفة جدًا. بصوا على شكلها. أهم حاجة يا بنات، الشوكولاتة الناجحة لازم تكون بتلمع وتكون بتقرمش، تمام، وأنتِ بتقطميها تلاقيها بتدوب في بُقِّك. يا بنات لو أي حاجة مش مفهومة في الفيديو ده اكتبوا لي في التعليقات، وأنا إن شاء الله بإذن الله هارُد عليكم. أنا باوريكم كده شكل الشوكولاتات ما شاء الله، وشوفوا الكمية، يعني بالضبط كده من كيلو إلا ربع، 750 جرام، 3 أنواع، كل نوع 250 جرام. هنا بقى أنا حطيتها في الصينية بالشكل ده. أنا باوريكم إن أنا جبت معايا هنا ألوان. أنا معايا ألوان هنا، بابدأ بالفرشة كده وبالوّن الشوكولاتة. الألوان دي ألوان صحية. معايا لون الدهبي ومعايا لون سيلفر، معايا أكتر من لون. باضيف شوية كده في غطا البتاع، أو ممكن بالفرشة كده. أنا باوريكم هنا دي معايا الورق اللي أنا باغلف فيه، بتجيبوه برضه من مستلزمات الحلواني، أو ممكن تطلبوه أونلاين. بالفرشة كده، وهابدأ أشكل الشوكولاتة من فوق كده. بصوا الورق ده بيجي رول. أنا مش عارفة، المفروض إن أنا كنت مصورة لكم الرول، مش عارفة شفتوه ولا لأ. بيجي من مستلزمات الحلواني زي ما بقول لكم، ممكن تطلبوه أونلاين. باقصه أنا بالمقص على قد مربعات كده أو مكعبات على قد الشوكولاتة. بعد ما خلصت هابدأ التغليف مع بعض كده. ممكن تجيبوه أشكال مميزة ومختلفة زي ما أنا عملت كده، عشان كل حشوة تعمليها بلون معين عشان تقدروا تميزوها عن بعضها. يعني مثلا حشوة اللي هو مثلا النوتيلا أعملها بورقة معينة، حشوة الرافاييلو أعملها بورقة لون معين مثلا، عشان بميزها عن بعضها. كده بغلفها كلها معاكم زي ما انتوا شفتوا بالشكل ده. بصوا أنا هنا بقطعها معاكم عشان أوريكم الأطعم.
بصوا يا بنات، انا بجيب كل وصفات الحلويات دي من اختي شيف حلواني. يعني اي وصفة حلويات انا بجيبها لكم، تورت، جاتوهات، اي حاجة بجيبها لكم بتكون موثوق فيها جدا جدا، ومقاديرها بتكون مظبوطة جدا جدا، لانها ما شاء الله شطورة جدا. اللهم بارك، وصفاتها كلها مميزة جدا. فاي وصفة بجيبها لكم اعتمدوها بالظبط، هتلاقوها ما شاء الله هتنجح معاكم جدا، لان انا بجيبها منها الوصفة بالظبط. بصوا برات الشوكولاتة، بصوا البارات الشوكولاتة دي ولادكم هيفرحوا بيها قوي قوي. دي البابل اهي، بنشتريها من بره بمبلغ وقدره. بصوا بقى التغليف، وبصوا بقى الأطعم. بصوا دي النوتيلا، دي معايا النوتيلا البيضة، دي النوتيلا الغامقة برضو. دي النسكافيه، خطيرة 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 لعشاق النسكافيه. دي برضو النسكافيه. بصوا على شكل الشوكولاتات، حاجة مشرفة جدا جدا جدا، وهتعجبكم قوي. والطعم طبعا بقى مش هحكي لكم عليه، كل حبايبي اللي دقوها هيقولكم. يلا حبايب قلبي، مع ألف سلامة.